70 مليون دولار، هاي هي الفلوس اللي سواها فيلم انمي ياباني بأمريكا بأسبوع واحد بس. حطم رقم قياسي صار له 26 سنة، وثبت انه كل شي كنا متصوريه عن الانيميشن غلط. بس يا ترى الرقم هو اكثر شي صادم بالقصة؟ شوفوا، اكو 3 تغيرات رئيسية راح تقلب صناعة الانيميشن كلها، وممكن تكون بداية نهاية الانيميشن الغربي اللي كنا نعرفه. حتى نوضح الصورة، قبل كم شهر نزل فيلم ديمون سلاير قتل الشياطين بكل صالات السينما بالعالم، ووصلت أرباحها أكثر من 616 مليون دولار، وصار أعلى فيلم أنمي للأرباح بالتاريخ. بس بأمريكا وحدها جاب 118 مليون دولار، وصار الأنمي الوحيد اللي تجاوز ال 100 مليون دولار بأمريكا هاي السنة. تخيلوا إنه بسنة نزلت فيها أفلام من بيكسارت أو دريم وورد، الفيلم اللي تفوق عليها كلهم هو قصة يابانية عن صياد شياطين. ومو بس هيك، حتى تغلب على أفلام مارفل وديسي. واضح كلش إنه إحنا دا نشوف تغير ثقافي ضخم كلش كبير قدام عيننا. حتى نفهم ليش هذا دا يصير لازم نحكي عن شلون الانيميشن تغير جذريا، وبطريقة أغلب الناس ما منتبهين لها لحد الآن. لسنين طويلة هوليوود كانت مهووسة بفكرة إن الأفلام المتحركة مخصصة للأطفال بس، وإنه الكرتون يعني محتوى الأطفال، وما يصير الانيميشن يكون ناضج أو جدي. وهاي الفكرة اجتي أساسا من قانون وافقوا عليه بسنة 1968 اللي كان يمنع عرض محتوى ناضج بالانيميشن، فخلى جيلين كاملين يتبرمجون ويشوفون الانيميشن كترفيه للأطفال بس. وبعدين لأن صناعة الأفلام المتحركة كانت غالية وتاخذ وقت، الاستوديوهات كانت تحتاج جمهور عائلي مضمون حتى تضمن الأرباح. يعني الانيميشن الكبار كان يعتبر مخاطرة لأن الجمهور أقل والعائدات مو مضمونة. ولما نشوف نجاح ديزني أو بقية الاستوديوهات وغيرهم من الكرتونات الطفولية، صار الموضوع يتكرر بنفس الانيميشن للأطفال. بس اليوم الجمهور كبر وتغير، وتعرض العالم الانمي الياباني من سنين، وهذا الشيء غير نظرته كليا عن شلون ممكن تكون القصة. وإيش كلنا قمنا نطلب قصص انيميشن انضج واعقد واكثر عمق. الاستوديوهات اللي سمعت هالمطالب هي اليوم اللي تسيطر على الساحة، اما اللي تجاهلتها فتختفي من السوق بسرعة. بس خلينا نحكي اولا عن ديمون سلاير نفسه، اللي هو فيلم مصنف العرض مالته كآر ريتد، ومع ذلك سوى مئات الملايين. قبل 20 سنة هذا الشيء كان مستحيل، ماكو ولا فيلم مصنف آر ريتد قدر يوصل 150 مليون. بس هذا الفيلم كسر هالحد. ليش؟ لأن أسباب هواية، بس أول وأهم سبب هو أنه سهل الوصول عالميا. المؤلف مالته بكل بساطة بقى مخلص للرواية، قصة مباشرة بين الخير والشر، وبساطتها هي سبب قوتها وانتشارها على مستوى العالم. القصة ما تحتاج ترجمة ثقافية، شياطين، مأساة، عائلة مفقودة، هاي مفهومة بكل الثقافات. بس بنفس الوقت ضمن هاي البساطة الانمي دمج اجواء عصر الشايتو وتقنيات مستوحاة من فنون القتال الشرقية، يعني مثل لعبة سكواد جيم نجح عالميا لين بقى ياباني الاصل، بس بنفس الوقت قدم قصة الكل يقدر يرتبط بيها. وهم ما ضحى بالجانب العاطفي ابدا. لما البطل شاف عائلته تنذبح باول حلقة، ماكو سحر يرجعهم للحياة، بس ولد يشيل جروحه ويتعلم يحول للألم الرحمة. ولا تقريبا انكسر قلبنا من قصة أكازا. التعقيد العاطفي رغم أن القصة بسيطة خلاها توصل لكل الناس بكل مكان. بس مستحيل نحكي عن ديمون سلاير بدون ما نذكر الانيميشن نفسه. يا اخي هالاستوديو سوى شيء خرافي، الانيميشن مالته يمكن اجمل وارقى واقوى انيميشن شفناه بحياتنا. الاستوديو فعلا ارتقى بمستوى العمل لدرجه كلش عاليه، ورفع القصه البسيطه لمستوى اسطوري. هاي الافلام نجحت لان هي احترمت حق المشاهد وتعاملت كإنسان عاش مشاعر حقيقة وعلاقات معقدة. الانيميشن صار فعلا لكل الأعمار، حتى الاستديوهات الكبيرة والجمهور بدأوا يفهمون هالشيء. التحول الثاني الضخم بعالم الانيميشن هو مكان ولادة هاي الأفلام الجديدة. بينما استديوهات الغرب ظلت تلعب بأمان، تعيد نفس القصص ونفس الشخصيات اللي نعرفها. الانمي الشرقي خصوصا الياباني والصيني بنى امبراطورية عالية عن طريق المجازفة والإبداع. فيلم صيني اسمه نيزاتو، اعتقد قلتها صحيح، صار اعلى فيلم انيميشن دخله بالتاريخ بالعالم، جاب اكثر من 2 مليار دولار. يعني فيلم صيني يتغلب على كل افلام ديزني، بيكسار ودريم روكس. قصة متجذرة بالاساطير والثقافة الصينية. صار اكثر فيلم انيميشن نجاحا بتاريخ البشرية، حتى لو اغلب الارباح كانت داخل الصين يبقى الانجاز رهيب. فيلم كيبوب
ديمون هانتر صار أكثر فيلم أصلي مشاهدة بتاريخ نتفلكس، 125 مليون مشاهدة، وثبت أن الجمهور عطشان القصص تدمج ثقافات مختلفة. تخيل فيلم عن بنات الكيبوب يكون بنفس الوقت صيادات شياطين، وب 2025 أكثر أفلام الأنيميشن شهرة ونجاح كانت كلها شرقية. الأنمي طبعا هو دا يقود هذا التحول من القمة للاهتمام العالمي بالأنمي، ارتفع بشكل مجنون خلال آخر 15 سنة. سوني كانت أذكى من الباقيين، شافت التغير من البداية. حواضها على شركات بقيمة 1 كذا مليار دولار حول الأنمي من فئة واحدة لتركيز أساسي باستراتيجيات الشركات. يتوقعون أن الأنمي راح يصير صناعة قيمتها 60 مليار دولار سنة 2030. نتفليكس كشفت أن نص مشتركينها يعني 150 مستخدم يشوفون أنمي، وبما أنه أغلب مستخدمين نتفليكس غربيين هذا دليل واضح على حجم التحول. بس الشيء الأهم بكل هذا هو التأثير الثقافي. هاي الأفلام صارت مؤثرة بثقافة العالم كله، يعني من تشوف مراهقين بأمريكا يلبسون زي تانجيرو، ومن تصير الأساطير الصينية مألوفة عالميا، من أغاني الكيبوب تسيطر على كل المخططات بالعالم. احنا صدق دا نشوف تغير بنظام الثقافة العالمي. بس بعدنا ما خلصنا، اكو بعد تحول ثالث يمكن يكون هو الأهم. التحول هذا مرتبط بديمون سلاير نفسه. شلون دا يتغير نموذج العمل للقصص؟ شوفوا أغلب السلاسل الكبيرة يا أما تجر الأنمي لعدة حلقات لا نهاية لها، ما لها نهاية، او تسد فيلم او بحلقة اخيرة واحدة. بس ديمون سلاير لا، قرر يسوي شيء ما صار بتاريخ من قبل. راح يختم السلسلة ب3 افلام سينمائية ضخمة، كل واحدة منها حدث عالمي مستقل. صحيح اكو هواية ناس تختلف بهذا القرار، بس انا اشوفه عبقري بكل المقاييس. ليش؟ لان يخلي فريق الانتاج ياخذون وقتهم ويشتغلون براحتهم بدون ضغط الحلقات الاسبوعية اللي تقلل الجودة، تضغط الإبداع وتقلل الجودة. بنفس الوقت كل فيلم من هاي الثلاثية راح يكون عالمي، راح يختم السلسلة كملحمة سينمائية ضخمة. يعني يتوقع الأرباح راح تعبر 2 مليار دولار بالمجمل. صراحة أنا متأكد إنه بعد هذا النجاح راح نشوف أنميات ثانية تمشي على نفس الأسلوب، نفس الخطة. وبيني وبينكم أنا كلش مؤيد لهالأسلوب. أكو أحلى إنه تشوف الأنمي المفضل مالتك على شاشة كبيرة بالسينما. لهنا وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. انتظرونا بالفيديوهات الجاية. تحياتي.